احنا ساعات بنقف في النص كده، لا عارفين نسمع عقلنا ولا عارفين نسمع قلبنا. بنبقى تايهين بين فكرة اننا عايزين نعيش صح ونفكر صح، وبين اننا قلبنا خلاص وقع واتعلق ومش قادرين نرجعه خطوة ورا. المشكلة ان المجتمع دايما بيبص للشخص اللي بيتعلق بمشاعره على انه ضعيف، يقولك انت ازاي تسلم نفسك لحد كده. بس الحقيقة ان المشاعر مش حاجة احنا بنختارها، المشاعر بتيجي من غير ما تاخد رأينا، زي المطر لما ينزل فجأة من غير ما يسأل. العقل دايما بيحاول يحافظ علينا، يقول لنا خليك في الأمان، ما تديش قلبك كله لحد، خلي بالك من نفسك. لكن قلبك بيقولك أنا مش هعرف أعيش من غير الإحساس ده. ودي الحرب اللي أغلبنا بيعيشها كل يوم، حرب بين اللي عايزينه وبين اللي المفروض نعمله. المجتمع بيعلمنا دايما إننا نخبي ضعفنا لو حسينا بالوحدة أو وجع الحب، يقولك شد حيلك انت أقوى من كده. بس أنا شايف إن القوة الحقيقية هي إنك تعترف إنك متألم، إنك تقف قدام نفسك وتقول أنا مجروح ومحتاج وقت أطيب. مش كل العلاقات صحية ومش كل حب هيكمل. ساعات بتقابل شخص تفتكر إنه كل حياتك، وبعد فترة تكتشف إنك كنت بتتعلق بصورة إنت رسمتها، مش بإنسان حقيقي. وده مش عيب فيك ولا ضعف، ده معناه إنك حبيت بصدق، لكن يمكن مش لقيت نفس الصدق من الطرف التاني. أنا عارف إنك ممكن تكون دلوقتي بتحارب مشاعرك، يمكن بتحاول تنسى، يمكن بتلوم نفسك إنك اديت مشاعرك بزيادة. بس صدقني كل مشاعرنا حتى اللي وجعتنا بتبني فينا حاجة. احنا مش بنطلع من التجارب دي فاضيين، احنا بنتعلم يعني ايه نحب، يعني ايه نتمسك، ويعني ايه نعرف امتى نسيب. في اخر اليوم اسمع نفسك، لو قلبك محتاج وقت يعيط سيبه، لو محتاج حضن حتى لو من نفسك اعمله. القوة مش انك تكتم مشاعرك، القوة انك تبقى صادق مع نفسك وتقول انا اتوجعت بس انا قادر اعيش. عارف احنا ساعات بنقف في النص كده، لا عارفين نسمع عقلنا ولا عارفين نسمع قلبنا. بنبقى تايهين بين فكرة اننا عايزين نعيش صح ونفكر صح، وبين اننا قلبنا خلاص وقع واتعلق ومش قادرين نرجعه خطوة ورا. المشكلة ان المجتمع دايما بيبص للشخص اللي بيتعلق بمشاعره على انه ضعيف، يقولك انت ازاي تسلم نفسك لحد كده. بس الحقيقة ان المشاعر مش حاجة احنا بنختارها، المشاعر بتيجي من غير ما تاخد رأينا، زي المطر لما ينزل فجأة من غير ما يسأل. العقل دايما بيحاول يحافظ علينا، يقول لنا خليك في الأمان، ما تديش قلبك كله لحد، خلي بالك من نفسك. لكن قلبك بيقولك أنا مش هعرف أعيش من غير الإحساس ده. ودي الحرب اللي أغلبنا بيعيشها كل يوم، حرب بين اللي عايزينه وبين اللي المفروض نعمله. المجتمع بيعلمنا دايما إننا نخبي ضعفنا لو حسينا بالوحدة أو وجع الحب، يقولك شد حيلك انت أقوى من كده. بس أنا شايف إن القوة الحقيقية هي إنك تعترف إنك متألم، إنك تقف قدام نفسك وتقول أنا مجروح ومحتاج وقت أطيب. مش كل العلاقات صحية ومش كل حب هيكمل. ساعات بتقابل شخص تفتكر إنه كل حياتك، وبعد فترة تكتشف إنك كنت بتتعلق بصورة إنت رسمتها، مش بإنسان حقيقي. وده مش عيب فيك ولا ضعف، ده معناه إنك حبيت بصدق، لكن يمكن مش لقيت نفس الصدق من الطرف التاني.
أنا عارف إنك ممكن تكون دلوقتي بتحارب مشاعرك، يمكن بتحاول تنسى، يمكن بتلوم نفسك إنك اديت مشاعرك بزيادة. بس صدقني، كل مشاعرنا حتى اللي وجعتنا بتبني فينا حاجة. احنا مش بنطلع من التجارب دي فاضيين، احنا بنتعلم يعني ايه نحب، يعني ايه نتمسك، ويعني ايه نعرف امتى نسيب. في آخر اليوم اسمع نفسك، لو قلبك محتاج وقت يعيط سيبه، لو محتاج حضن حتى لو من نفسك اعمله. القوة مش انك تكتم مشاعرك، القوة انك تبقى صادق مع نفسك وتقول انا اتوجعت بس انا قادر اعيش. عارف، احنا ساعات بنقف في النص كده، لا عارفين نسمع عقلنا ولا عارفين نسمع قلبنا. بنبقى تايهين بين فكرة اننا عايزين نعيش صح ونفكر صح، وبين اننا قلبنا خلاص وقع واتعلق ومش قادرين نرجعه خطوة ورا. المشكلة ان المجتمع دايما بيبص للشخص اللي بيتعلق بمشاعره على انه ضعيف، يقولك انت ازاي تسلم نفسك لحد كده. بس الحقيقة ان المشاعر مش حاجة احنا بنختارها، المشاعر بتيجي من غير ما تاخد رأينا، زي المطر لما ينزل فجأة من غير ما يسأل. العقل دايما بيحاول يحافظ علينا، يقول لنا خليك في الأمان، ما تديش قلبك كله لحد، خلي بالك من نفسك. لكن قلبك بيقولك أنا مش هعرف أعيش من غير الإحساس ده. ودي الحرب اللي أغلبنا بيعيشها كل يوم، حرب بين اللي عايزينه وبين اللي المفروض نعمله. المجتمع بيعلمنا دايما إننا نخبي ضعفنا لو حسينا بالوحدة أو وجع الحب، يقولك شد حيلك انت أقوى من كده. بس أنا شايف إن القوة الحقيقية هي إنك تعترف إنك متألم، إنك تقف قدام نفسك وتقول أنا مجروح ومحتاج وقت أطيب. مش كل العلاقات صحية ومش كل حب هيكمل. ساعات بتقابل شخص تفتكر إنه كل حياتك، وبعد فترة تكتشف إنك كنت بتتعلق بصورة إنت رسمتها مش بإنسان حقيقي. وده مش عيب فيك ولا ضعف، ده معناه إنك حبيت بصدق، لكن يمكن مش لقيت نفس الصدق من الطرف التاني. أنا عارف إنك ممكن تكون دلوقتي بتحارب مشاعرك، يمكن بتحاول تنسى، يمكن بتلوم نفسك إنك اديت مشاعرك بزيادة. بس صدقني، كل مشاعرنا حتى اللي وجعتنا بتبني فينا حاجة. احنا مش بنطلع من التجارب دي فاضيين، احنا بنتعلم يعني ايه نحب، يعني ايه نتمسك، ويعني ايه نعرف امتى نسيب. في آخر اليوم اسمع نفسك، لو قلبك محتاج وقت يعيط سيبه، لو محتاج حضن حتى لو من نفسك اعمله. القوة مش انك تكتم مشاعرك، القوة انك تبقى صادق مع نفسك وتقول انا اتوجعت بس انا قادر اعيش. عارف، احنا ساعات بنقف في النص كده، لا عارفين نسمع عقلنا ولا عارفين نسمع قلبنا. بنبقى تايهين بين فكرة اننا عايزين نعيش صح ونفكر صح، وبين اننا قلبنا خلاص وقع واتعلق ومش قادرين نرجعه خطوة ورا. المشكلة ان المجتمع دايما بيبص للشخص اللي بيتعلق بمشاعره على انه ضعيف، يقولك انت ازاي تسلم نفسك لحد كده. بس الحقيقة ان المشاعر مش حاجة احنا بنختارها، المشاعر بتيجي من غير ما تاخد رأينا، زي المطر لما ينزل فجأة من غير ما يسأل.
العقل دايما بيحاول يحافظ علينا، يقول لنا خليك في الأمان، ما تديش قلبك كله لحد، خلي بالك من نفسك. لكن قلبك بيقولك أنا مش هعرف أعيش من غير الإحساس ده. ودي الحرب اللي أغلبنا بيعيشها كل يوم، حرب بين اللي عايزينه وبين اللي المفروض نعمله. المجتمع بيعلمنا دايما إننا نخبي ضعفنا لو حسينا بالوحدة أو وجع الحب، يقولك شد حيلك انت أقوى من كده. بس أنا شايف إن القوة الحقيقية هي إنك تعترف إنك متألم، إنك تقف قدام نفسك وتقول أنا مجروح ومحتاج وقت أطيب. مش كل العلاقات صحية ومش كل حب هيكمل. ساعات بتقابل شخص تفتكر إنه كل حياتك، وبعد فترة تكتشف إنك كنت بتتعلق بصورة انت رسمتها، مش بإنسان حقيقي. وده مش عيب فيك ولا ضعف، ده معناه إنك حبيت بصدق، لكن يمكن مش لقيت نفس الصدق من الطرف التاني. أنا عارف إنك ممكن تكون دلوقتي بتحارب مشاعرك، يمكن بتحاول تنسى، يمكن بتلوم نفسك إنك اديت مشاعرك بزيادة. بس صدقني كل مشاعرنا حتى اللي وجعتنا بتبني فينا حاجة. احنا مش بنطلع من التجارب دي فاضيين، احنا بنتعلم يعني ايه نحب، يعني ايه نتمسك، ويعني ايه نعرف امتى نسيب. في اخر اليوم اسمع نفسك، لو قلبك محتاج وقت يعيط سيبه، لو محتاج حضن حتى لو من نفسك اعمله. القوة مش انك تكتم مشاعرك، القوة انك تبقى صادق مع نفسك وتقول انا اتوجعت بس انا قادر اعيش.